نفسك تعملي بسكوت يكون سهل وبسيط ويطلع ناجح معاكي من أول مرة؟ تعالي أقولك على وصفة اقتصادية لبسكوت جوز الهند بثلاث مكونات بس، ومن غير جوز الهند، وهيكون جاهز كله على بعضه كده بخبيزه في 15 دقيقة. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا نص كيلو من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، عليها نص كيلو من السكر الناعم. بضرب الاتنين مع بعض لحد القوام لما يبقى كريمي، وبضيف عليه 7 بيضات. حجمهم يكون كبير. بنزل بقى بالبيض كده والمضرب شغال زي ما انتي شايفة، وبضيف على البيض نص معلقة صغيرة من الفانيليا. اضربهم بقى كويس كده لحد الخليط لما يتجانس كله مع بعضه. وبعدين بضيف ازازتين من ريحة جوز الهند، هم دول اللي بيدوني ريحة رهيبة جدا لجوز الهند، وبيطلع زي بره بالظبط. في بولة بقى معايا كيلو ونص من الدقيق، بضيف عليه باكو ونص من البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض كويس. وابدا انزل بخليط الدقيق على خليط السمنه والسكر والبيض شويه بشويه، وابدا اقلب. انا مش بعجن، انا مجرد اني اقلب المكونات مع بعض كويس. ممكن اخد كميه الكيلو ونص الدقيق ده كله، ممكن يبقى شويه حسب بقى نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. اقلب المكونات مع بعض كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، لحد لما تتكون معايا عجينه بتكون ناعمه جدا ومتماسكه في نفس الوقت. العجينه ديت مناسبه لمكنه البسكوت، او ان انت تفرديه وتقطعيه باي قطاعه بالاشكال اللي انت عايزاها. ببدأ بقى ان انا اقطعه كده ويكون شكله متساوي زي ما انت شايفه، عشان يبقى شكله حلو في الخبيز. اخبزه في فرن على درجة حرارة 200 او نار متوسطة لحد لما ياخد لون من فوق ومن تحت. والف هنا وشفا على قلبكم.